السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الريفيوز او الاعلانات او بوست اللي انت ممكن تقراه على مواقع السوشيال ميديا بتبقى مليانه بكلام ممكن يكون مبهم للبعض او يكون مش مفهوم للبعض. فخلينا النهارده احاول اشرح لك شويه مصطلحات او شويه كلام بيتقال في الريفيوز او بيتقال في الاعلانات انت ممكن ما تكونش فاهمه، ما تكونش فاهم الكلام ده معناه ايه او الميزه دي معناها ايه او الحاجه اللي اتقالت دي هتقدم لي ايه. دي اهم حاجه، ان انت تبقى فاهم الكلمه او المعلومه اللي اتقالت دي هتقدم لي او هتعود عليا انا في الاخر في ايه. خلينا النهارده ان شاء الله نشرح ببساطه الميزه الفلانيه هتقدم لي ايه، الحاجه دي هتقدم لي كذا. نشرح بشكل مبسط ان شاء الله وحاجه بسيطه خالص 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 كل المصطلحات، والفيديو ده هيبقى الريفرنس بتاعك بعد كده تتفرج على اي ريفيو، اي معلومه او اي ميزه هتسمعها هتبقى قادر تفهم الميزه دي في الاخر هتعود عليك بايه. فكرت كتير الصراحة قبل ما أبدأ أبتدي معاكم بإيه، بالشاشة ولا بالكاميرا ولا بالسماعات ولا بالمكونات الداخلية. الصراحة ما لقيتش غير الشاشة مليانة معلومات كتير جدا وحاجات بتبقى فعلا مؤثرة. أول حاجة ممكن نتكلم عنها في موضوع الشاشة هي نوع الشاشة نفسه، وعشان ما تحيرش نفسك كتير حاليا اللي موجود دلوقتي في 99% من الموبايلات اللي موجودة حاليا هم نوعين شاشة، يا إما شاشة أموليد يا إما شاشة أي بي إس LCD. خلينا نقول إن الشاشة الأموليد حاليا بقى ليها مسميات كتير، ولكن كل المسميات دي بتبقى عبارة عن إضافات او شويه بهارات من الشركه المصنعه للشاشه او الشركه المستخدمه للشاشه دي عشان تميز بيها شاشتها، مش اكتر من كده. ولكن حقيقه الامر الشاشه نفسها هي اموليد، وفي اغلبيه الاحيان او في اغلبيه الاوقات هتلاقي الشاشه الاموليد دي موجوده في الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه، الفئه المتوسطه العليا، وفي الموبايلات الغاليه. وعلى الجانب الاخر عندنا الشاشه الاي بي اس LCD. كده انت عرفت ان في السوق كله هما في نوعين شاشه، اموليد واي بي اس LCD. طيب ايه الفرق بقى بين الاموليد وما بين الاي بي اس LCD؟ قبل ما اكلمك عن الفرق ما بين الشاشه الاموليد والشاشه الاي بي اس LCD خلينا نشرح مع بعض ببساطه خالص الشاشه اصلا بتشتغل ازاي. الشاشه عباره عن مجموعه من البكسلات ملزقه جنب بعض، كل بكسل بينور بلون معين، ففي الاخر تتكون لك الصوره. البكسل ده عباره عن لمبه صغيره جدا جدا جدا، يعني عباره عن لمبات مرصوصين جنب بعض، كل لمبه فيهم بتنور بلون معين، ففي الاخر ده بيكون لك الصوره. الكلام ده بينطبق على الشاشه الاموليد او الشاشه الاي بي اس LCD او شاشه التليفون او شاشه التلفزيون او اي شاشه في العموم. الشاشات عموما بتبقى مكونه من بكسلات او لمبات صغيره ملزوقين جنب بعض، في الاخر يكونوا لك صوره. طيب ده معناه ان الشاشه الاموليد بتشتغل بنفس طريقه الشاشه الاي بي اس. ايه بقى الفرق الجوهري اللي ما بين الشاشه الاموليد او الدايناميك اموليد او السوبر اموليد او ايا كان اسمها ايه، المهم ان هي في الاخر اموليد، وما بين الشاشه الاي بي اس؟ اول فرق ممكن نتكلم عليه هو زاويه الرؤيه للشاشه. بمعنى ان انت وانت ماسك التليفون بشكل مباشر قدامك الشاشه الاي بي اس واضحه وجميله، والشاشه الاموليد واضحه وجميله. بس لو بصيت لشاشه الاي بي اس من زاويه مختلفه من الجنب يعني هتلاقي الالوان ابتدت تبهت والشاشه تحس ان اللون ابتدى يبيض ويبهت، لكن ده ما بيحصلش بنفس النسبه مع الشاشه الاموليد. فده معناه ان زاويه الرؤيه في الشاشه الاموليد احسن بكتير من زاويه الرؤيه في الشاشه الاي بي اس LCD. تاني حاجه هي تشبع الالوان. الشاشه الاي بي اس LCD دايما هتحس ان هي باهته، دايما هتحس ان الالوان بتاعتها مش زاهيه، وهتاخد بالك من الموضوع ده تحديدا لو مسكت شاشه اي بي اس LCD جنب شاشه اموليد. هتشوف الفرق قد ايه في الالوان، بتبقى فاقعه او بتبقى واضحه اكتر او مشبعه اكتر في الشاشه الاموليد. طيب هل ده بس اللي بيفرق ما بين الشاشه الاي بي اس والشاشه الاموليد؟ لا، في حاجه اهم بكتير هي اللي بتفرق وهي اللي بتميز الشاشه الاموليد عن الشاشه الاي بي اس LCD. ايه هي بقى الحاجه دي؟ هي اللون الاسود. زي ما اتفقنا وزي ما قلنا مع بعض ان الشاشه عباره عن بكسلات او لمبات ملزوقين جنب بعض، كل لمبه بتنور بلون معين، في الاخر بيكونوا لك صوره. طيب دلوقتي لو في صوره فيها لون اسود، اللون الاسود ده بينور ايه؟ هل بتبقى اللمبه منوره مثلا لون اسود؟ مستحيل، مفيش حاجه اسمها لمبه بتنور لون اسود. طيب الشاشه الاي بي اس LCD بتولد اللون الاسود ازاي؟ بتولد اللون الاسود عن طريق ان هي بتخلي البكسل ينور باكتر درجه قريبه للون الاسود، بس بتبقى فعليا مش اسود، دايما بتبقى فيها سنه رمادي. طبعا السنه دي بتبقاش ملحوظه بشكل كبير، بتبقاش ملحوظه اصلا، بس يبقى فيه سنه لان البكسل منور، البكسل صاحي، البكسل فيه اضاءه خارجه منه، فالاضاءه دي ما ينفعش تبقى خارجه باللون الاسود، فبتبقى خارجه باقرب درجه قريبه للاسود. طيب ده بالنسبه للاي بي اس LCD. بالنسبه بقى للاموليد الموضوع بيشتغل ازاي؟ الموضوع بيشتغل في الاموليد بشكل مختلف تماما، وهو ده اللي بيميز الشاشات الاموليد عن الشاشات الاي بي اس LCD. اللون الاسود بيتولد في الشاشات الاموليد عن طريق ان البكسل نفسه بيطفي. يعني الصوره لما بقى فيها جزء اسود، الجزء الاسود ده المفروض بكسلات تنور فيه باللون الاسود، هي بتطفي، بتموت، اكنك قفلت اللمبه اللي في اوضتك. هل ده معناه ان اللمبه هتخرج لون اسود؟ لا، اللمبه هتطفي، اللمبه هتموت. ده حرفيا اللي الشاشات الاموليد بتعمله لما تيجي تولد اللون الاسود، هي بتموت البكسل، فبالتالي اللون الاسود بيبقى لون اسود فعليا، بيبقى لون اسود بجد، بيبقى لون اسود حقيقي. كده خلصنا اول حاجه، خلينا نخش على حاجه كمان في الشاشه. تاني حاجه هنتكلم عنها في موضوع الشاشه
الشاشه هو الريفريش ريت او معدل التحديث، ودي حاجه لا تقل اهميه تماما عن نوع الشاشه اللي اتكلمنا عنها من شويه سواء اي بي اس او اموليد. الريفريش ريت مش مرتبط بنوع الشاشه، سواء الشاشه اي بي اس ال سي دي او سواء الشاشه اموليد، الريفريش ريت بيبقى موجود في الاثنين، ده بيبقى موجود في اي حاجه. الريفريش ريت هو معدل تحديث الشاشه. طبعا انا مهما اتكلمت عن موضوع الريفريش ريت ده الكلام مش هيقدر يوضح او يشرح لك ايه الفرق فعليا ما بينهم، فانا هحاول اجيب لك فيديو، والفيديو برده مش هيوضح لك او مش هشرح لك بالظبط ايه الفرق ما بينهم، بس هيحسسك نوعا ما انا بتكلم عن ايه. الفكره في موضوع الريفريش ريت انك عشان تحس بالموضوع او عشان تفهم معنى كلمه ريفريش ريت لازم تكون استخدمت موبايل 60 فريم ريت، وبعد كده اتنقلت الموبايل 120 فريم ريت، بعد كده جربت تستخدم موبايل 60 فريم ريت تاني. وعشان برضو تبقى فاهم ويبقى الموضوع واضح، الموبايلات حاليا بتيجي بمعدلين تحديث، يا اما 60 فريم وده الاساسي وده اللي كان موجود وده اللي كنا عايشين عليه، يا اما 120 فريم ده المستحدث واللي ظهر من كام سنه بسيطه بس، على الاقل في الموبايلات اللي احنا نعرفها واللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. طيب باختصار وبايجاز، الفرق ما بين ال 120 فريم وال 60 فريم هو نعومه وسلاسه التليفون في ايدك. الشاشه ال 120 فريم وانت بتقلب فيها وانت بتعمل سكرول وانت بتعمل سوايب وانت بتقلب وبتتنقل ما بين تطبيق لتطبيق، الموضوع في ال 120 فريم بيبقى ناعم جدا وسلس جدا، والشاشه بتبقى عامله زي الميه في ايدك. على عكس الشاشه ال 60 فريم الموضوع فيها بيبقى ابطا شويه او بيقطع شويه. طبعا انا برضو بقول لك الكلام ده وانا متاكد مليون في الميه ان انت لو بتستخدم تليفون شاشته 60 فريم انت مش تاخد بالك، وهيبقى بالنسبه لك الموضوع تمام جدا ومفيش اي مشكله واجهتك قبل كده، انا عارف ده، بس انا بقول لك علشان تحس بكل الكلام اللي انا بقوله لك او عشان تفهم انا بتكلم في ايه لازم تكون جربت تليفون 60 فريم، بعد كده اتنقلت لتليفون 120 فريم، جربت حلاوه ال 120 فريم، بعد كده ترجع تاني لل 60 فريم تعرف بقى الفرق ساعتها. فاعتقد انت كده فهمت تقريبا بتكلم عن ايه او ايه معنى 120 وايه معنى 60، وعرفت ان ال 120 على الاقل خالص لو انت ما فهمتش اي حاجه ان ال 120 احسن من 60. تقريبا احنا كده اتكلمنا عن معظم المصطلحات المهمه او اللي هتهمك في موضوع الشاشه. يعني انت لو اتفرجت على اي ريفيو تقريبا كل الحاجات اللي انت هتسمعها ما بين ريفريش ريت وما بين دايناميك اموليد وما بين مش عارف ايه، تقريبا كل اللي انت ممكن تسمعه في اي ريفيو انت دلوقتي بقيت تقريبا بنسبه كبيره فاهم. خلينا نتكلم كمان عن حاجه اخيره في موضوع الشاشه، بس هنتكلم عنها مش باستفاضه، هنتكلم عنها كده بشكل سريع عشان هي مش موجوده في تليفونات كتير ومش محتوى كتير هو اللي بيقدمها او بيعرضها. هي ميزه الاتش دي ار او الدولبي فيجن، وعشان ما توجعش دماغك بكلام كتير وتفاصيل كتير احنا مش هنستفيد بيها في شيء زي المعلومات اللي احنا قلناها في الاول. الاتش دي ار والدولبي فيجن بيخلوا المحتوى اللي انت تتفرج عليه جودته اعلى، الوانه احسن، الوانه مشبعه اكتر، في درجات الوان اكتر. طيب هل ده موجود في موبايلات كتير؟ لا، هو موجود في موبايلات محدوده جدا، الموبايلات الغاليه، الفئه المتوسطه العليا او الفئه الهاي اند هي اللي بتبقى موجوده فيها موضوع الدولبي فيجن وموضوع الاتش دي ار والحاجات دي. ومن الشاشه نتنقل للصوت، معروفه الشاشه والصوت هما الاثنين هما تجربه مشاهده المحتوى تتلخص في الشاشه وفي السماعات. موضوع السماعه ما فيهوش كلام كتير، كلمه او كلمتين اللي بتسمعهم في اي ريفيو، فخلينا نقولهم ببساطه كده وعلى طول ايه معناهم. السماعات في التليفون يا اما هتبقى مونو يا اما هتبقى استيريو. مونو يعني هي سماعه واحده موجوده في التليفون وغالبا بتبقى موجوده من تحت، هي دي اللي بتخرج الصوت ومفيش سماعه ثانيه بتخرج الصوت غيرها. طيب والاستيريو؟ الاستيريو بيبقى عباره عن ان السماعه الاساسيه بتشتغل مع سماعه المكالمات كسبيكر، فالاثنين بيطلعوا صوت فبيدي لك صوت تقريبا استيريو، صوت خارج من الجنبين بتوع التليفون. طيب هل الموضوع ده بيفرق؟ طبعا بيفرق. سماعات الاستيريو في مشاهده المحتوى بيبقى الموضوع امتع بكتير الصراحه. السماعه المونو بيبقى الصوت خارج من حته واحده ومتوجه في ناحيه واحده، بيبقى الموضوع مش احسن حاجه، على عكس السماعات الاستيريو اللي الصوت بيبقى تقريبا متوزع فيها حواليك، فبتحس ان انت مستمتع اكتر بالمحتوى اللي انت بتتفرج عليه. خلصنا الصوت ودلوقتي هنتكلم في حاجه من اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها مغالطات وفيها معلومات مغلوطه وفيها حاجات بتتفهم غلط، هي الكاميرات. اول حاجه خلينا نشرح انواع العدسات. اول حاجه الكاميرا المين او الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه دي هي دي العدسه اللي انت بتصور بيها، العدسه العاديه، العدسه اللي خلقها ربنا، العدسه اللي ما فيهاش اي لعب وما فيهاش اي شغل. تاني حاجه العدسه الوايد. العدسه الوايد بتبقى عباره عن عدسه زاويتها اوسع شويه او زاويتها اكبر شويه، بتاخد مساحه اكبر، بتصور مساحه اوسع. وفي العدسه الالترا وايد على نفس نهج الوايد، هي بس الفرق ان الزاويه بتاعتها بتبقى اوسع اكتر. عدسه كمان معانا هي العدسه التليفوتو. العدسه التليفوتو دي هي باختصار العدسه المسؤوله عن تصوير الصور البورتريه. الصور البورتريه اللي هي بتبقى حضرتك واقف فيها شكلك شيك وجميل والخلفيه اللي وراك او الباك جراوند اللي وراك تبقى مزغلله شويه. طيب احنا كده تقريبا اتكلمنا عن معظم العدسات او اللي انا فاكره على الاقل دلوقتي، وكل عدسه فيهم بتعمل ايه. طيب عايزين نقول ايه تاني في موضوع الكاميرات؟ الصراحه انا عايز اقول في موضوع الكاميرات ده كمان
حاجه مهمه جدا جدا جدا، فيها مغالطات كتير جدا وفي ناس كتير بتفهم الموضوع ده غلط، هو موضوع الميجا بكسل. يا جماعه والله العظيم الميجا بكسل كتير مش بالشرط معناه ان الكاميرا دي احسن. يعني لو التليفونين دول ب 10000 جنيه، تليفون الكاميرا بتاعته 70 ميجا بكسل وتليفون تاني الكاميرا بتاعته 50 ميجا بكسل، رقميا اللي هيتفهم من معظم الناس ان الكاميرا ال 70 ميجا بكسل احسن من الكاميرا ال 50 ميجا بكسل. بس خليني اقول لك ان ده ملوش اي علاقه بالواقع، الميجا بكسل ملوش علاقه بالكاميرا الاحسن. الميجا بكسل طبعا بيفرق، والميجا بكسل بيفرق في جوده الصوره نفسها، بس الميجا بكسل مش هو العامل الوحيد ولا العامل الاساسي في الموضوع ده، في حاجات كتير قوي مشتركه في الموضوع ده هي اللي في الاخر بتكون لك الصوره النهائيه اللي حضرتك بتشوفها، زي نوع العدسه ونوع الحساس وفتحه العدسه ومعالجه التليفون نفسه للصوره، حاجات كتير او عوامل كتير جدا بتتوقف عليها الصوره النهائيه اللي حضرتك بتشوفها. ففكره او اسطوره ان الكاميرا او جوده الكاميرا او ان الكاميرا دي كويسه او لا بتتقاس بالميجا بكسل، الموضوع ده المفروض يكون انتهى. الميجا بكسل ملوش اي علاقه بان الكاميرا دي احسن من كاميرا بميجا بكسل اقل. جوده الكاميرا او حلاوه الكاميرا بتتقاس بالتجربه فقط، تمسك التليفون في ايدك وتجرب الكاميرا بتاعته تعرف الكاميرا دي كويسه او مش كويسه. فكره ان انت تقرا شويه ارقام موجودين او ارقام مكتوبين عن الكاميرا فتفهم من الارقام دي الكاميرا كويسه ولا لا، الموضوع ده على الاقل في عالم الموبايلات اللي احنا فيه شبه مستحيل. بعد ما اتكلمنا عن الكاميرا خلينا نتكلم عن البطاريه، حاجه خفيفه وما فيهاش معلومات كتير، هما كلمتين هنقولهم عشان موضوع البطاريه ده برده فيه سنه بسيطه كده بتتفهم غلط من الناس، خليني احاول اوضحها. اللي هنقول على البطاريه حاجتين، سعه البطاريه وسرعه شحن البطاريه. اول حاجه خلينا نتكلم عنها سعه البطاريه. بكل بساطه وباختصار كل ما سعه البطاريه زادت كل ما كان احسن، لان ده معناه ان التليفون هيقعد معاك اكتر، بس طبعا ده بشكل نسبي يتوقف على التليفون بيستهلك البطاريه ازاي وهل البروسيسور بيستهلك البطاريه كتير وهكذا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عنها في موضوع البطاريه واللي هي اساسا فيها المغالطه اللي انا عايز اتكلم عنها هي موضوع سرعه الشحن، عشان في موجه سرعات شحن خرافيه ظهرت مؤخرا، السوبر فاست تشارجنج والفوك تشارجنج والمش عارف ايه تشارجنج، ودي 120 واط ودي 150 واط ودي 8000 واط. خليني اقول لك ان كل الكلام ده جميل وكل الكلام ده فعلا حقيقي، والشاحن ال 120 واط فعلا بيشحن البطاريه في نص ساعه وفي ربع ساعه وفي 5 دقايق وكل الكلام ده، بس ما مدى تاثير الموضوع ده اساسا على عمر البطاريه؟ او خليني اقول لك الموضوع في صيغه سؤال وانت تجاوب عليه وتفهم انت الموضوع ليه. لما الموضوع سهل قوي كده وفي شركات عملت حاليا شواحن بتشحن بقدره 240 واط، بقيه الشركات ما عملتهاش. ليه سامسونج حتى هذه اللحظه تليفوناتها بتشحن اقصى حاجه 45 واط ومعظم تليفوناتها ب 25 واط؟ ليه ابل ايفوناتها بتشحن بقدره 40 واط او اقل من 40 واط كمان؟ طبعا ده مش معناه ان انا بقول لك ان التليفون اللي معاه شاحن 120 واط ما تشتريهوش او التليفون اللي معاه شاحن سريع ما تجيبهوش، ولكن انت ممكن تفترض ده تساؤل انا بتساءله معاك، ليه لما الموضوع سهل قوي كده وفي شركات وصلت ان هي تحط شواحن 240 واط بقيه الشركات ما عملتهاش؟ الموضوع بنسبه 100% في اعتقادي الشخصي هو ليه علاقه بالبطاريه نفسها، بصحه البطاريه نفسها وبمدى قدره البطاريه دي ان هي تستحمل السرعات دي في الشحن لمده طويله. يعني هل البطاريه اللي بتتشحن بقدره 120 واط ولا 140 واط ولا 200 واط دي هتستحمل او هتقدر تعيش لمده 5 سنين قدام؟ في الواقع انا ما اعرفش، لان الموضوع دوت ما بقالوش سنه او سنتين بالكتير موجود، وبالتالي احنا ما فيش في ايدينا اي حاجه غير ان احنا نستنى ونشوف، لان لو الموضوع بالبساطه دي كانت على الاقل سامسونج او على الاقل ابل كانوا عملوه. حاجه كمان واخيره تقريبا اخيره ممكن نتكلم عنها هي الاجزاء الداخليه للتليفون، حاجات زي البروسيسور والرامات ومعالج الرسوميات. كل الحاجات دي ما فيهاش كلام كتير يتقال، بس خلينا برضو نوضح شويه معلومات عنها. مبدئيا خلينا نتكلم عن المعالج او البروسيسور، والموضوع ده الصراحه ما فيهوش كلام كتير، ولكن في شويه مصطلحات ممكن تكون انت بتسمعها ومش عارف معناها ايه، زي مثلا سناب دراجون او دايمنستي او ميديا تك او مش عارف ايه او كل الحاجات دي عباره عن براندات او انواع او شركات مصنعه للمعالجات، ولكن ده مش موديل بعينه وده مش نوع بعينه. بمعنى ان لو المعالج ده سناب دراجون والمعالج ده ميديا تك فدي انواعهم، ده مش معناه ان ده احسن من ده، ان كل نوع او كل براند من دول عامل موديلات كتير، والموديلات دي بتستخدم في جميع فئات التليفونات. فعندك مثلا سناب دراجون بتعمل معالجات تتحط في تليفونات فئه اقتصاديه وتليفونات فئه متوسطه لحد السامسونج الاس 25 الترا، والميديا تك كذلك والدايمنستي كذلك، وكل انواع المعالجات كذلك. فاللي انت المفروض تفهمه دلوقتي ان دي اسماء براندات مصنعه للمعالج، ولكن ما تفرقش في شيء او ان الاسم ده احسن من الاسم ده. حاجه كمان ممكن تكون بتسمعها وانت بتتفرج عن ريفيو او بتقرا معلومات عن تليفون ما هي معالج الرسوميات. معالج الرسوميات باختصار شديد هو كارت الشاشه بتاع التليفون، كارت الشاشه اللي موجود في الكمبيوتر هو اسمه في التليفون معالج رسوميات. ومعالج الرسوميات او كارت الشاشه بيبقى هو المسؤول بنسبه كبيره جدا جدا عن اداء الالعاب في تليفونك. فلو انت بتتفرج على ريفيو بيتكلم عن تليفون معين وعايز تعرف
تعرف التليفون ده اداؤه في الالعاب ايه، تدور على معالج الرسوميات، تشوف معالج الرسوميات نوعه ايه وتبتدي تدور هو موجود في تليفونات ايه وبيأدي ازاي. واخر حاجه معانا طبعا هي الرامات، والرامات ما فيهاش كلام كتير، كل ما الرامات زادت كل ما كان احسن. بس في حاجه حابب اتكلم عنها عشان انتشرت مؤخرا وبالذات في الفئه الاقتصاديه، وهو موضوع ان التليفون بيجي ب 8 جيجا رامات، 4 جيجا رامات حقيقيه و4 جيجا رامات سوفت وير. الموضوع ده يا جماعه لحد دلوقتي هو مش داخل دماغي ومش منطقي ومش قادر استوعبه ومش عارف ابلعه. التليفون بيجي ب 4 جيجا رامات، اذا هو بيجي ب 4 جيجا رامات، يعني ايه 4 جيجا رامات من السوفت وير؟ وليه 4 جيجا رامات بس من السوفت وير؟ خليني اوضح لك برده يعني ايه 4 جيجا رامات و4 جيجا رامات من السوفت وير. هو بيقول لك ان التليفون بيجي ب 4 جيجا رامات فعليين و4 جيجا رامات كمان من مساحه التليفون بياخدوها يخلوها اكنها رامات، يعني 4 جيجا رامات الاساسيه و4 جيجا رامات بنشيلهم من مساحه التليفون وكده يبقى عندك 8 جيجا رامات. طيب ليه 4 بس؟ يعني لو انا جايب تليفون مساحته 256 جيجا والرامات اللي فيه 4 جيجا بس رامات، ليه ما اخدش 18 جيجا رامات من السوفت وير واقول انا كده عندي تليفون 22 جيجا رام؟ مش عارف، بحس ان الموضوع مش منطقي او مش افكتيف زي ما هم بيحاولوا يروجوا له او بيحاولوا يعلنوا عنه. اعتقد ان الموضوع كله عباره عن تسويق ليس الا. التليفون اللي ب 4 جيجا رامات هو ب 4 جيجا رامات، 4 جيجا رامات بقى من السوفت وير، 8 جيجا رامات من السوفت وير. الكلام ده كله مش مقنع ومش فعلي، حتى في الاداء وفي الاستخدام مش هتلاقيه فعلي. فبالتالي ملخص موضوع الرامات دوت، كل ما الرامات زادت كل ما كان احسن. بس موضوع اصل 4 جيجا رامات من السوفت وير و4 جيجا رامات مش عارف منين، الموضوع ده سيبك منه، تدور في التليفون على راماته الفعليه واعتبرها هي دي الرامات. اعتقد واتمنى في نفس الوقت ان انا اكون قدرت اجمع كل المصطلحات او معظم المصطلحات اللي الناس بتسمعها في ريفيوز مش فاهمه معناها اكون قلتها في الفيديو ده. ولو في مصطلحات تانية او حاجات تانية انت بتسمعها ومتبقاش عارف معناها او دي تدل على ايه، اكتبها لي في كومنت وان شاء الله هرد عليك، او ممكن اعمل حلقه تانية. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الحلقه عجبتك، وسلام.